نزلت النهارده الحسين وحبيت اتفرج على اجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في ساحه جامع الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. تعالوا مع بعض نتفرج على اجواء الاحتفالات داخل ساحه مسجد الامام الحسين في القاهره ونشوف الاجواء هنا عامله ازاي. تعالوا نتفرج مع بعض. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير واهلا وسهلا بيكم معانا من جديد في فيديو جديد وحلقه جديده من سلسله حلقاتنا يا بلدنا يا حلو. النهارده انا موجود في جامع الامام الحسين، حبيت اجي احضر واتفرج على الاجواء الاحتفاليه الرائعه بالمولد النبوي الشريف، وحبيت اخدكم معايا جوله سريعه وافرجكم معايا على الاجواء اللي فوق رائعه علشان نتفرج مع بعض ونحتفل بالمولد النبوي الشريف. خليكم معانا لاخر الفيديو وتابعونا علشان تستمتعوا معايا. بس يا ريت قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدا مع بعض جولتنا. جئنا بروضته نحكي بحضرته نرجو بنظرته عفوا بأخراه الله كرمه بالذكر علمه بالصدق ألهمه حقا وزكاه طه ونعرفه مولاه شرفه جبريل أردفه بالقرب أعلاه الله شفعه بالسر أوداه بالحشر يسمعه زكى محياه كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه الله الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه حبيب الله يا خير البرايا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام رسول الله يا خير البرايا. ما تيجوا بقى مع بعض كده نتعرف على مسجد الحسين واحكي لكم شويه عن تاريخه العريق. وجامع الامام الحسين بن علي يا جماعه موجود في القاهره القديمه، وبالتحديد في الحي اللي اتسمى باسمه وهو حي الحسين، وجنبه هتلاقي خان الخليلي اللي كلنا طبعا عارفينه، وكمان هتلاقي الجامع الازهر، وبيرجع تاريخ بنائه لعهد الفاطميين سنه 1154 ميلاديه، وده كان تحت اشراف الوزير الصالح طلائع. والمسجد بيضم 3 ابواب مبنيه بالرخام الابيض وبيطلوا على خان الخليلي، وباب تاني جنب القبه معروف باسم الباب الاخضر. وفي سنه 1171 ميلاديه بنى صلاح الدين الايوبي مدرسه جنب الضريح واتعرفت باسم المشهد، لكنها بعد كده اتهدمت واتبنى مكانها الجامع الحالي. وفي سنه 1235 بنى الشيخ ابو القاسم والمشهور باسم الزرزور مأذنه فوق الباب الاخضر، لكنه اتوفى قبل ما يكملها، واللي كملها بعده ابنه سنة 1236 ميلادية. أما عن سبب أسباب تسميته باسم جامع الحسين فده كان علشان في بعض الروايات من قسم المؤرخين المصريين
بتقول إن رأس الإمام الحسين مدفونة فيه، وقصتها إن مع بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على رأس الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من الأذى اللي كان ممكن يصيبها في مكانها الأول في مدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل يطلب إن الرأس تيجي مصر، والمفروض حسب الرواية إن الرأس وصلت مصر واتدفنت في مكانها الحالي واتبنى المسجد عليها. والمكان اللي قدامكم ده يا جماعة هو الضريح بتاع الإمام الحسين، اللي المفروض حسب الروايات اللي احنا كلنا عارفينها إن رأس الإمام الحسين مدفونة في المكان ده. حاجة بسم الله ما شاء الله في منتهى الروعة، والمكان بصراحة يا جماعة له قدسيته الخاصة. يعني انت يوم ما تيجي تزوره وتدخل جواه وتقف قدام مقام سيدنا الحسين بصراحة هتحس بوقار فظيع فظيع فظيع. انا بصراحة بنصح الكل ان هو يجي مسجد الامام الحسين ويتفرج على العظمة اللي موجودة هنا. نور مبين خير عباد الله، حي الأزهار فينا فهو منار القاصدين، هو فيض العالمين علم رسول الله. وبعد ما اتفرجنا مع بعض على الاحتفالات والاجواء الرائعه بالمولد النبوي الشريف هنا في ساحه مسجد الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينه القاهره، بتمنى تكون جولتنا النهارده عجبتكم، ويا رب نكون وفقنا فيها وقدرنا نسعدكم ولو جزء بسيط. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد من سلسله حلقات يا بلدنا احنا. مع السلامه.